الغزالات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ناشطات فرحانات. البنات اليوم جبت لكم وفضلا وليس امرا البنات، اول حاجه بنقول لكم اشتركوا في القناه، اللي ما مشتركش في القناه يشترك فيها وفعلوا الجرس هكا باش توصلوا بكل ما هو جديد اللي كنحط على القناه ديالي. وعملوا لايك الفيديو وبارطاج، نبغيكم ان شاء الله ما تبخلوش عليا بلايك فضلا وليس امرا. وبلا ما نطول عليكم ندوزوا الوصفه. اليوم البنات واحد الوصفه اللي جبت لكم زوينه بزاف البنات اللي كيعانوا من التصبغات من تجاعيد في الوجه ديالهم. واحد الوصفه انا ديما تنختصر عليكم، كنجيبش لكم وصفه يعني خاصه غير بهاد واحد الحاجه، وانما نجيب لكم كيف تنقولوا كنضربوا عصفورين بحجر واحد. هاد الوصفه ديال اليوم البنات غير هي واحد المكون اللي غادي ناكد عليه باش يعني تحطوه، باش ملي تستعملوه يعني يكون كيف ما انا قلت في الفيديو، ماشي تلحقوا وتشريوه عند العطار. هذا المكون البنات هو الكركم او الخرطوم البلدي كي تنقولوا. هذا البنات ضروري ما تجيبوه طحنوه. بلاتي نوري لكم البنات، سمحوا لي. سمحوا لي البنات، فانا هو هذا انا راه كنجيبو البنات هذا، ها نتوما ماشي تلحقوا تشريوه عند العطار. انا تنقول لكم البنات ما تلحقوش وتشريو هاد الخرطوم هذا عند العطار، تيكونوا مخلطين معاه ملونات. ملي كديروه في الوجه ديالكم كيتصبغ، وهذيك الساعه الا تصبغ لكم الوجه ديالكم ما يمكنش غادي ديري الوصفه ومن بعد تغسليها بالصابون باش يتحيد هذيك يعني داك اللون الصفر اللي كيبقى في الوجه ديالكم. وانما غتجيبوه بحال هكا عواد البنات، ديروه في الطحانه راه كيطحن بكل سهوله. حطوه كاع في الشمس شويه هكا، والا مثلا شفتوه مع دابا البروده او لا الا شفتوه بحال هكا يعني ما كارمش بحال هذا. نتوما سمعتوا اللي انت تقراو يعني راه كارم. نتوما الا شفتوه ما كارمش يعني طري، شفتوا البنات هذا دابا دغيا يدير دغيا كيطحن. غادي تجيبوه وغادي تحطوه واحد شويه، تسخنوا الفران حتى يسخن وطفيو عليه ودخلوه هكا، ديروه في شي طاوله ودخلوه الفران حتى يبرد عليه الفران. صافي ديك الساعه وطحنوها البنات هكا باش ينجح معكم الوصفه. غادي نستعملوا كيف قلت لكم الخرطوم نص معلقه ولا حتى معلقه اللي بغيتو. انا غنستعمل هنايا نص معلقه ديال الخرطوم كيف قلت لكم، جبتو وطحنتو في الدار. انا ما كنشريش بحال هكا حتى العطريه هكا ديال الكوزينه انا ما كنشريهاش بطحونه. كنجيبها حتى للدار عاد كنطحنها، ولا لا كانت واحد الكميه كبيره كناخذها ما مطحوناش وكنطحنها عند العطار حتى كنقيها في الدار وكندير ليه كيطحنها. هنا البنات عندنا جيل الصبار. جيل الصبار هذا راه كيتباع عند جميع الحوانت اللي عندهم يعني اللي كيبيعوا مواد ديال التجميل، راه كيبيعوا هاد جيل الصبار هذا. الا يعني متوفر عندكم الطبيعي استعملوه. انا متوفر عندي هذا وعندي الطبيعي، ولكن انا فضلت ندير معكم هذا لان هذا في متناول الجميع. اما بالنسبه للطبيعي فيقدر يكون كاينه هذيك الوفيرا اللي كتكون مزوره دابا ولات كتباع الوفيرا في جميع الاسواق كتلقايهم تيبيعوها، ولكن راها تقدر تكون ماشي ديك الفري لان هي راه فيها الفري وفيها اللي مزوره. لهذا حنا نختصروا هذا الشيء كامل ونستعملوا هذا حتى هو راه زوين بزاف. وعندنا هنايا العسل، الا عندكم العسل الحر متوفر مزيان، ما متوفرش فاستعملوا العادي ديال الليمون. غير ما تستعملوش هذاك ديال البواطه العاديه اللي كيتباع في الحوانت، هذاك راه ماشي، هذاك ديال السكر. الا عندنا شويه ديال العسل بحال هكا نحاولوا نستعملوه حر اولا ديال الماكله ويكون ديال الليمون. البنات غندوزو لتطبيق الوصفه. كيف قلت لكم انا هنا غناخذ غير نص معلقه كافيه باش غادي نستعملها. بالنسبه لجيل الصبار غناخذ حتى هو شويه، وبالنسبه للعسل غناخذ حتى هو معلقه مع عمرش. المهم انا غادي نحرك وغادي نشوف على حسب الخليط، خاصو ما يكونش جاري بزاف وما يكونش تاني عاقد. هانتوما البنات بحال ناخذ نص معلقه من كل حاجه، نص معلقه من الخرقوم من الالوفيرا ونص معلقه من العسل. هانتوما البنات هذه هي الوصفه.
صافي من بعد كنطبقها على الوجه ديالي. ملحقوش نحطوا هاد الوصفه هكا عشوائيا، لحقوا نحطوها على الوجه ديالنا، وانما البنات ضروري ما نتبعوا واحد المراحل هكا باش تنجح معنا الوصفه. بطبيعه الحال غناخذوا واحد لاكاسرول، غنديروا فيها شويه ديال الماء الطيب، وغادي نديروا فيها شويه اليازير اولا البابونج اللي متوفر عندنا، راهم بجوج زوينين للوجه، ولا حتى الزعتر. بطبيعه الحال الزعتر متوفر في اي بيت. واحد من هاد الثلاثه غتحطوه في كاسرونه عليه شويه ديال الماء الطيب، وغديروا واحد الفوطه على الوجه ديالكم وتخليو المسامات شويه تفتح. من بعد البنات غديروا واحد المقشر وغتحكوا البشره ديالكم. عاده المرحله الثالثه غادي نطبقوا هاد الوصفه. علاش البنات؟ ماشي نلحقوا نحطوها كيف قلت لكم عشوائيا، ما غتنجحش الوصفه، ولا غنلحقوا نديروا الوصفه ونوضوا حنا كنشقاو، حنا دايرينها وحنا تنتحركوا تنشقاو. هاد الوصفه منين نسالي الشغل ديالي عاد نخلطها هكا، وناخذ واحد نص ساعه ديالتي ولا ساعه الا ربع، نص ساعه كافيه باش غطبقوا هادشي كامل، باش غديروا الماء السخون، باش غديروا تحكوا الوجه ديالكم تقشروه. من بعد كنطبق هاد الوصفه على الوجه البشره ديالي، وكنخليها لمده ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه البنات حتى تبدا تنشف. ما نخليهاش حتى تنشف تماما باش منين نجي نبغي نحيدها غادي نبقى مدابزه معاها باش تحيد هكا باش كيتكونوا التجاعيد، وانما غير تبدا كتنشف. كاين اللي بشرتها مثلا يعني سخونه دغيا غتنشف ليها في 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. غادي نستعمل هذه الوصفه نخليها غير تنشف صافي البنات، ونزولها نغسلها بالماء الدافي هو الاول عاد الماء بارد. ان شاء الله البنات هاد الوصفه زوينه بزاف. بالنسبه للبنات اللي عندهم كيف قلت لكم التصبغات، اللي عندهم تجاعيد، هاد الخرقوم هذا راه كنعرفوا الجميع بانه راه تيبيض الوجه، كيحيد التصبغات، كيرجع البشره ديالك صافيه بالله. راه كيف تنقولوا البنات، والجي الصبار مع العسل، الجي الصبار تيحيد التجاعيد، العسل حتى هو تيزول التجاعيد، وبالاضافه الى انه مغذي هو الخرقوم مغذي. ملي كنضيفوا عليه العسل كيكملوا بعضياتهم لانهم بجوج مغذيين البشره. بالنسبه لهاد الوصفه البنات نداوم عليها نهاريا نهار لا، تقريبا نديرها 3 مرات في الاسبوع راها كافيه، ما نديرهاش يعني يوميا. ولا اللي بغيتو يعني بغيتو ديروها 3 ايام متابعه، من بعد ترتاح شويه البشره عاود ثاني عاد ديروا ثاني هذا الماسك. المهم لكم حريه الاختيار البنات. كنتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بلايك البنات وبارطاجيو هذا الفيديو. ما يوقفش غير عندكم، وفضلا وليس امرا اشتركوا في القناه هكا باش تشجعوني وباش نحط لكم مزيد من الوصفات. والى اللقاء البنات في وصفه اخرى ان شاء الله وفيديو اخر جديد. سلام البنات.